السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة معانا موقع جديد ونشرحه بشرح مختصر ومفيد. بدون الإطالة احنا هنتكلم عن موقع اسمه المعهد الفرنسي في مصر. المعهد الفرنسي في مصر بيقدم أنشطة كتيرة وليه فروع كتيرة في مصر، وانا حبيت اشارككم المعلومة عشان كل من يتطلع انه يدرس اللغة الفرنسية او ياخد دورات او يحضر ندوات او يحضر ايفنتس عندهم. فالمكان ده زي ما يكون مختلف الثقافات بداخله وبداخل الأنشطة جواه. تعالوا نتعرف المعهد الفرنسي في مصر بيقدم ايه. نبص كده على القائمة الرئيسية بتاعتهم. المعهد الفرنسي في مصر وفروعه: دورات اللغة الفرنسية والشهادات والدبلومات، كمان بيقدم دورات لغة عربية والدراسة والدورات التدريبية وثقافة ومكتبات. طيب تعالوا نبص كده واحدة واحدة على القائمة. أول حاجة المعهد الفرنسي، طبعا نبذة مختصرة عن المقر الرئيسي، نتائج الاختبارات والمكتبة، وكل فرع له حاجة معينة. يعني كل فرع زي المنيرة، اسكندرية، مصر الجديدة، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة. تمام. طيب ده أول حاجة. وبرضو طبعا تقدروا تفتحوا، منعا لإطالة الفيديو، تقدروا تفتحوا كل حاجة انتوا تقدروا عايزين تفتحوها. طيب نخش دورات اللغة الفرنسية والشهادات. عاملين دورات للكبار ودورات للصغيرين، وانواع طبعا الدورات في المعهد، وفي عن بعد عن طريق الانترنت، تدفع اونلاين وتعمل زي كورسات على الانترنت عن بعد. كمان في دورات تحضيرية للشهادات والدبلومات، ودورات للمهنيين والشركات، ودورات مخصصة. طبعا عاملين دورات للصغيرين، بيبتدي من سن 5 سنين عشان يبتدي ان هو يأسس الطفل في اللغة الفرنسية. تمام. ده باختصار شديد. يقدر حضراتكم تخش على الموقع وتقدر تفتحه بالتفصيل كده، يظهر ايه محتوى كل بارتيشن في او جزء في القائمة. دورات اللغة العربية طبعا بيعملوا دورات صيفية مكثفة، ودورات نصف سنوية، دورات على حسب احتياج الشخص في تعلم اللغة الأجنبية، تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية. تمام. طيب نشوف كمان الدراسة والدورات التدريبية. دراسة والدورات التدريبية، طبعا الدراسة في فرنسا والدراسة في مصر، طبعا بيبقى فيه تعاون مصري فرنسي بخصوص خريجي الجامعات الفرنسية أو خريجي الجامعات المصرية، وبيعملوا تبادل دراسي وحاجات كتير، وتعاون تعليمي ولغوي علشان خاطر تعلموا الثقافة الفرنسية والثقافة المصرية. طبعا هنا في كتب وأفكار وترجمة، وهنا فنون أداء وفنون بصرية، في سينما، عندهم سينما وتراث، والدعم مقدم للمجتمع المدني. كل الحاجات دي يعتبر عناوين، ولكن كل واحد عايز اللي هو مهتم انه يعرف النشاط الثقافي التابع لسفارة فرنسا بيقدموا ايه بالظبط. يعني فنون بصرية اللي هو الفن، فنون الأداء والتمثيل والكتاب، نظرات الأفكار والبصريات والتراث. طيب المكتبات، طبعا المعهد الفرنسي عامل مكتبة رقمية سواء في مكتبة المنيرة، وطبعا في كتالوج للمكتبات، والمتحف الرقمي مايكروفولي عفوا. طبعا كل الحاجات دي يعني زي ما احنا شايفين، ده يعتبر تصفح سريع للقائمة الرئيسية بتاعتهم بيقولوا ايه. طيب نفتح الصفحة الرئيسية بتاعتهم. بيرحب بينا طبعا، مرحبا بكم في المعهد الفرنسي. في ايفنت ان هو في منتدى
خاص يوم 19 و20 في المعهد الفرنسي، وكاتب التواريخ والعناوين والساعة، وطالب انه عامل زي يعتبر ايفنت ان طلاب المدارس والجامعات واولياء الامور ان هم يجوا يحضروا يعني زي يعتبر حاجة زي برامج دراسية، تعريف للبرامج الدراسية. وطبعا بتسجل هنا، وفي تيكتس تقريبا، في رسوم، فأكيد رسوم مش كبيرة يعني. طيب تمام. نرجع تاني مكاننا. طبعا عناوين، في حاجات كتير هما بيعملوا ايفنتس زي ما احنا قلنا. طبعا عاملين عيد الموسيقى والبيئة، وكمان في ايفنتس موجودة اللي هي يوم من 19 ل20. ايفنت اسمه اختار فرنسا، والعاب ترفيهية في مكتبة مصر الجديدة، المعهد الفرنسي في مصر الجديدة، وفي ورشة عمل التحدث باللغة الفرنسية. وكل حاجة انت تقدر تدوس عليها، زي مثلا عمل ورشة تحدث باللغة الانجليزية للكبار، ده طبعا بيحدد الكبار. ورشة بيقدموا فيلم زي ما احنا شايفين، وليه نقاش حول موضوع الصداقة. الساعة كام؟ الساعة 6:30 مساء في المكتبة. طبعا بيعملوا أنشطة إن لو واحد عنده صعوبة في التحدث باللغة الفرنسية يقدر يدردش ويقدر يعبر عن الفيلم بتعبير شفهي باللغة الفرنسية. وكمان يقدر الورشة دي ورشة التعبير الشفهي حول الموضوع دي برسوم. طبعا يعتبر ورشة من سن 11 ل 17 سنة يعني. وطبعا ده لينك التقديم، ودي أرقام التليفونات. دي شرح للأنشطة اللي بتتعمل في فرع من الفروع، سواء في مصر الجديدة أو المنيرة في المعهد الفرنسي. كمان في فعاليات قادمة كمان هم بيكتبوها، بحيث ان الواحد يعني يحضر نفسه ليها زي ما احنا شايفين اهو. تمام. طيب كمان ألعاب ترفيهية للأطفال، يعني هم برضو مش ناسين الأطفال ليهم يوم ترفيهي يوم الجمعة. بيحضروا فريق المكتبة بيحضر ألعاب من عمر 7 ل 14 سنة، ودول طلبة لازم يكونوا مشتركين في المكتبة. وطبعا ده اللينك وده أرقام التواصل لو حابين تستفسروا. تمام. أنا مش بعمل دعاية لأي موقع، لكن أنا بعمل فكرة إن أنا بشرح إيه اللي موجود جوه الموقع كخدمات يقدر يفيد اللي بيتطلع. ممكن ما ياخدش باله من حاجات معينة قد تكون مفيدة ليه بعد كده، لكن أنا كنظام دعاية مش بعمل دعاية لموقع ما، أنا بعمل دعاية للنشاط والخدمات اللي يقدر يقدمها لأي حد عايز يستفيد من هذا الموقع. تمام. طيب ايه كمان المعهد الفرنسي بيقدمه؟ المنح ودعوات تقديم المشاريع. تعالوا نشوف يعني ايه منح ودعوات تقديم المشاريع. زي ما احنا شايفين، منح دراسية زي درجة الماجستير والدكتوراه، دراسات عن بعد، ودعم التطوير النوعي للفرنكوفونية التعليمية سواء كانت جامعية أو مدرسية، منح قصيرة الأجل. طب نشوف كذا حاجة كده. طيب ده برنامج منحة رفاعة الطهطاوي زي ما احنا شايفين كده، بيتقدم كل سنة على مستوى الماستر في فرنسا. أكتر من 200 طالب بالجامعات المصرية. بيستهدف منحة الطهطاوي اللي هو استكمال السنة من ماستر. يكون لازم طبعا اجتاز برامج تدرس اللغة الفرنسية. منحة طبعا مفتوحة لكل المصريين قبل أو بعد التخرج، بس لازم يكون ان هو معاه شهادة تثبت ان هو درس 4 سنين في مصر. وطبعا منحة الشهرية اللي بيفوز بياخد رسوم معينة وهكذا. طيب
شوف ايه كمان بيقدموا المنح. تقدروا حضراتكم تفتحوا المنح اللي ايه تقدروا يعني تحسوا ان هي مفيدة ليكوا. وكمان هما تقديم المشاريع، هما بيقدموا على حاجة معينة، مشروع مثلا على الانترنت. دول الألعاب الأولمبية، مبادرة اسمها من قبل أنيفرسي حول العلاقة بين الرياضة والعلوم. طبعا للي مهتم بالموضوع يقدر يقدم في هذا المشروع. ودي كمان برامج زي ما احنا شايفين بيقدموها، تقدر تفتح اللينك تبص يعني. واسبوع القاهرة للصورة، دي كمان يعتبر مهرجان التصوير الفوتوغرافي، بيقدم دعم للشباب المصورين الفوتوغرافيين، معرض جماعي. طبعا اللي يقدر يترشح ببورتفوليو وسيرة وعملين يقدر يقدم فيه. وطبعا دايما عندهم لينك تقدر تقدم عليه، يعني التقديم مش يدوي على اللينك. تمام. طيب ندور برضو كمان. انا بقول باختصار يا جماعة علشان خاطر وقت الفيديو ما يكونش طولت عليكم. طيب الشهادات هما عارضين شهادات معينة زي ما احنا شايفين، بيعملوا دورات ومنح. هنا مش واضحة هنا على الموقع، فنضطر نشوفها في مكان آخر. أسئلة متكررة زي زي ما احنا شايفين، مواعيد المكتبة، العمل في المكتبة، تغلق المكتبات أبوابها امتى، حجز استعارة كتاب أو حجزه، زي ما احنا شايفين. دي الأسئلة متاحة اللي ليها صلة بالموضوع وهكذا. تمام. طيب الفرنكوفونية دي عبارة عن انا صراحة يعني مش عارفاها اوي، بس هو يعتبر تجمع سياسي بيوصف تمثيل فرنسا في مصر. برامج متنوعة واحتفالات لوزارة الشؤون الخارجية المصرية. يعني زي نظام ايه يعني بيعملوا حفلات بتمثل فرنسا يعني هنا في مصر. معلي. طيب تعالوا نصفح تعلم الفرنسية، تفاصيل نشوفها كده. طيب تعلم الفرنسية، اللغة الفرنسية عن طريق دورات. الأول ممكن يعمل 20 ساعة المبتدئين، دورات تمهيدية للي هو مش عارف، للمبتدئين تماما لتعلمهم. تعالوا نشوف اللي هو ما عندوش أي فكرة عن الفرنساوي يعني. طيب دورات الكبار بتبتدي من مستوى A1 إلى B2. يتطلب. طيب تمام. أكيد حطينا دورات تحسين اللغة الفرنسية C1 C1 C3 C1 3 وهكذا، تنمية المهارات اللغة الفرنسية. طبعا دورات تحضيرية للشهادة الفرنسية، الدلف والدلف والTCAF والTEF. تمام. دورات شبه خاصة مصممة خصيصا، يعني تقدر تتحدث من 3 إلى 5 أشخاص وفقا لمواعيدكم. والمعلم يمكن معلم متابعة تقدم كل منكم بفضل قلة العدد فتبلغوا هدفكم بسرعة أسرع. في ورش طبعا للكبار، ورشة صوتيات وهكذا. متعة الكتابة والتحدث، دورات طبخ لتعلم اللغة الفرنسية وهكذا. وطبعا دورات اللغة الفرنسية للصغيرين من سن 5 سنوات. برضو ورش تعليم، نادي سينما،
تهدف نادي السينما، مسرح، أغاني، صحافة، وهكذا. زي ما احنا شايفين حضراتكم، ده تنمية المهارات الفرنسية هناك. طيب نرجع بقى تاني. زي ما احنا شايفين مكتبة الرقمية، وعندهم موقع تقدر تخش عليه تشوف الكتب PDF أو كتب صوتية أو مقاطع فيديو أو مجلات علمية أو مقاطع موسيقية لتعلم اللغة الفرنسية. والهدف كله ان انتوا تتعلموا باللغة الفرنسية، بحيث انه تطوروا من اللغة من خلال هذه الموارد، سواء كتب او اغاني او مجلات او كتب صوتية وهكذا. طيب نشوف كده لينك الموقع بتاع المكتبة بتاعهم الرقمية. زي ما احنا شايفين ده الموقع للقراءة، للاستماع، للمشاهدة، للتعلم للأطفال. زي ما احنا شايفين للقراءة مثلا اهي عاملين زي كتب اهي وهكذا. طيب ده المكتبة بتاعتهم اللينك، وتقدر تكتب الكتاب اللي انت بتبحث عنه زي ما احنا شايفين. ممكن تقدر كمان تحمل PDF مثلا ليفر فرنسي اهي، تقدر تنزله كمان وتعمل داونلود. تمام زي ما احنا شايفين اهو وهكذا. طيب نرجع تاني. دي المكتبة الرقمية بتاعته. طيب سينما المعهد الفرنسي كمان، المعهد الفرنسي بيعرض جزء اسمه السينما، عروض أفلام. طيب الأفلام بتاعتهم، وكمان بيعرض حفلات زي ما احنا شايفين حضراتكم، وكمان بيعرض عروض للأطفال يوم الجمعة في معهد الفرنسي في مصر الجديدة. وكمان بيعرض سينما تحدث اللغة الفرنسية، بيبقى عرض فيلم لمخرج ما وبيلي نقاش باللغة الفرنسية بحيث انه تطور اللغة. كمان الأطفال في ألعاب ترفيهية بيلعبوهم بحيث ينشطوا اللغة الفرنسية عندهم. كمان ندوة منتدى طلاب زي ما احنا شايفين. دي منتدى يحضروا الناس كلها من مختلف الأعمار، سواء أولياء أمور، سواء طلبة جامعة، سواء طلبة وهكذا. أنا بشكركم شكر كبير. أنا عرضتلكم على قد ما أقدر كل ما يتلخص في هذه القائمة اللي موجودة. بشكركم شكر كبير، و يعني أتمنى أن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة عن هذا المعهد الفرنسي الجميل، سواء مع فروعه في المنيرة أو مصر الجديدة. زي ما احنا شايفين الموقع بتاعه، الويب سايت زي ما احنا شايفين، دي الصور بتاعته، عروض بتاعتهم والمكان والإدارات بتاعتهم وهكذا. زي ما احنا شايفين الموقع بتاعهم، وادي العناوين بتاعتهم. كل من حابب ان هو يتعلم لغة فرنسية سوف يستفيد من هذا المكان، لانه يعتبر زي منبر للغة الفرنسية، يعني كبير جدا، بحيث انه واحد عايز يتعلم اي حاجة في اي مكان. وبرضو للبحث عن الدورات، مثلا تصنيفات، هذه الدورات كلها موجودة، تقدر تدوس عليها وتفتحها، وليكن مثلا دورة اللغات الفرنسية في المعهد مثلا، وموقع مثلا عايزه فين، في اسكندرية او القاهرة او المنيرة او مصر الجديدة، نقول مثلا المنيرة ونعمل بحث، يقدر يطلع لك المعلومة.
طيب لو ما فيش حاجة طبعا احنا محددناش للكبار. تصنيف دورات اللغة الفرنسية. هنا الموقع مثلا المنيرة. تمام. انت بتقدر مادام ما فيش زيرو نتائج يبقى ما فيش هنا. وهنا جميع المتاحة في كل موقع، هم عاملين الصور، واحنا ندوس على المكان اللي متاح فيه الدورات اللغة عن بعد. وزي ما احنا شايفين ناس كتير مشتركين جدا في هذا الموقع. طيب نبص كده مثلا في المنيرة، تعرف على اهو زي ما احنا شايفين قسم الدورات والتدريب بيشرح بالظبط ايه اللي يحصل، وكم دورة وكم ساعة وكم مستوى، وايه اسم الدورات سواء للكبار وسواء من A1 ل B2 والصغيرين برضو. نادي الصيفي بيفهموا اللغة الفرنسية عن طريق المسرح والأغاني والقصص المصورة والفنون التشكيلية. وزي ما احنا شايفين حضراتكم، والكبار طبعا عاملين لهم من A1 ل B2. وكمان الدورات والدبلومات سواء الدلف وسواء دورات لغة فرنسية عامة. طيب وفي كمان دورات عبر الانترنت اللي هو عن بعد، والاطلاع على دورات الأطفال زي ما احنا شايفين. ودي ارقام التواصل بتاعتهم لو حابب تستفسر او حابة تستفسر عن اي حاجة. طبعا حاولت اوضح لكم الموضوع شكله ازاي، وشكرا جزيلا. واتمنى منكم ان انتوا تتواصلوا معايا وتعملوا سبسكرايب وتدعموا الصفحة لكي اقدم كل جديد ليكم. وفي اي كومنت، في اي معلومة، في اي نقد، انا اتقبل كل ده وبصدر رحب. وشكرا جزيلا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.